كتير مننا عنده ضغوطات في حياتنا، سواء ضغوطات ماديه او في الشغل او حتى من الناس اللي حواليك. كل ده بيولد جواك طاقات سلبيه، وعشان كده احنا عملنا الفقره دي برنامجنا عشان نتعلم مع بعض ازاي نخرج كل طاقاتنا السلبيه وازاي نستقبل طاقات ايجابيه ونحل مشاكلنا مع بعض بصوت عالي. هنروح نشوف مع بعض دكتور جولنار الذهبي في علم الطاقه ونرجع لكم مره ثانيه. اهلا بيكم وحلقه جديده مميزه كالعاده مع دكتور جولنار الذهبي. والنهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا وموجوده كتير في حياتنا، وهي العلاقات الفاشله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك. عامله ايه؟ موضوع لله. حساس بقى النهارده. طبعا، وده مشكله العالم. يعني دايما اول ما بتفكري او بتسالي انسان بيقول لك مريت بحياتي كثير بعلاقات فاشله، تلاقيهم اتعقدوا بعد كده. بالضبط. فبصير عندهم صدمه ورا صدمه، عقده للجنس الاخر كله. فطبعا بتاثر على حياتهم مستقبلا، انه لما بيصيروا بينتقلوا لحياه جديده بيكون هذا الشخص في عقد صغيره. بالضبط، برد بيطلعها هي العقد نفسها على هذا الشخص. وهلما جرب الدائره بقى بيضلوا بدائره العلاقات الفاشله. ودي ايه علاجها؟ لازم اولا يشيلوا فكره شيء اسمه علاقات فاشله، لانه موضوع العلاقات هو كل انسان بكل مرحله لازم يكون في عنده علاقه، الا اذا كان تزوج بسن معين واكتمل نضوجه هو والزوج فكملت الحياة. يعني هذا الموضوع. أما إذا عاش 30 35 سنة فأكيد بده يمر من عمر 16 17 18 19 في علاقات المدرسة، علاقات العمل، علاقات الأصدقاء، علاقات كلها بتبقى مترسبة في دماغه من الأول. بالضبط. أنا بدي أقول إنه هي ليست علاقات فاشلة، هي تجارب اجتماعية. فإذا بدنا نحط ببالنا إنه هي تجارب اجتماعية ونستمتع بحصولها، لأنه بتعطينا خبرة بالتعامل مع الآخرين. حتى لو علاقات فاشلة وجعتنا أو أثرت فينا سلبي مش قادرين ننساها. أكيد إذا كانت بطريقة مثلا خيانة مثلا. إذا كانت طريقة خيانة، إن كان خيانة من صديق أو من زوج أو من امرأة، يعني هي الخيانة خيانة. دي حقيقة. بدنا نبحث عن الأسباب. بس أنا بهيك حالة، هذا بيرجع بقى رأي شخصي، أنا بهيك حالة بقطع فترة. لازم يتعاقب اللي خان، يعني بطريقة ما. هلا إذا كان زوج ما فيك تقطعي، ما فينا نقول نطلب الطلاق، لا، بنحاول إنه نرجع نعيد بناء العلاقة من أول وجديد. لأنه بحثنا على الأسباب لازم نوعى تماما إنه جائز نكون نحن السبب. أول شغلة نفتش فيها إنه شو الأسباب اللي حصلت، لحتى إنه نطلع من نفسنا إنه لا، مش السبب لحنا، ما عنا تقصير بأي واجب من واجباتنا، ما في عنا أي ردة فعل، وحتى ولو كانت بسيطة بس عملت تراكمات عند الزوج. فبعد ما نطلع من موضوع الذنب، ما نكون نحن المذنبين، بدنا نفكر بليه. يعني لما بتحطي الحق عليه فهو بيكون طب ولو احنا رجعنا نفسنا وما فيش اي غلط من عندنا؟ ما هذا اللي انا قصدي بقوله، انه ممكن انت عارفه الراجل ربنا خلقه اذا كان بطبعه لازم انه يتأدب بطريقه ما، فاما بتدخل الاهل او هو في راجل مش خاين؟ طبعا في طبعا. ما بصير نكون حاطين لحنا فكره عن الرجال، والا بنسمح للرجال ان تحط فكرة عن النساء كلها بشكل كامل. أنا ما بقدر أسمع حدا يقارني بفكرة عن نساء هو خاض تجارب معه فاشلة. لا، يعني دايما الأصابع مش مثل بعض. زي ما قلت لك أنا، إنه الأفكار الداخلية، خوفك من إنه زوجك يخون وكأنك عم تقلي له خون. الغيرة الزيادة الغيرة الزيادة. أنا عم بقول لك إذا بحثنا كتير بأفعال الزوجة ممكن كتير يطلع كتير عليها الحق. فأنا مش ضد، يعني مش مع الرجل، يعني مش عم دافع عن الرجل أو عن موضوع الخيانة. لازم نبحث بالأسباب التي دعت الرجل أن يخون. بس الست بيكون عليها لود جامد قوي إنها تعرف توفق بين الولاد والمدرسة، وتكون أمورة وتكون لابسة وتكون نظيفة وتغازل جوزها. بالضبط. وهذا هو كمان. فلو أثرت في حاجة بس شوفي بالتنظيم، لا أنا عايز واحدة حلوة بره. بس لا أعتقد إنه الرجل يعني لما بتكون هي شبه مثالية بأيام كتير، ولما بيطلع بيوم يومين تعبانة فيهم، لا، هو بده يراعي الوضع. يعني هون بيحصل بقى تفاهم بالعلاقة، إنه هي عادة عم تظهر له كل شيء منيح، فلما مرة
كانت تعبانه او هي، لا انا برايي انه الرجل بده يكون متفاهم. طيب وبعد الخيانه لو حصلت خيانه المفروض انها تقعد تعاقبه شويه وبعدين تسامحه اذا عرفنا الاسباب، مش احنا. اذا لحنا بدك تسامحي، وانا بفضل السكوت، لا تظهري انك انت بتعرفي، ما تظهري انك انت بتعرفي بالموضوع. انا برايي المجابهه بهيك موضوع فتح الاوراق حتكون اقصى بكثير من انك انت لو سكتتي وسامحتي. اذا كنتي حاسه انه انت السبب، يعني ليه تستحملي اذا كنتي حاسه انه انت السبب، ابدأي بالتغيير. انا بقول هي ساين من الكون، اشاره على انه تيقظ لك اشياء كثير فيكي. مش ببسط الامور، يعني انا ماني عم بسط الامور، ما عم بقول انه هي بسيطه، لا، بس فينا نبسطها حتى ما نهد علاقه كامله. وان حصل وتراكمات وخيانات من عده نساء، يعني وكان هو بطبعه هيك، يعني في رجال طبعا هيك ما بيقدروا يعيشوا مع امرأة واحدة. يعني إذا حصل هذا الموضوع، فأنا برأيي إنه ما لها علاقة فاشلة، أنت عشتي تجربة، يعني ما تكون عقدة بعقلك ويكملوا تاني عادي. أنا هيك رأيي. هلأ شوفي موضوع العلاقات الزوجية إلي رأي خاص فيها، لأنه أساسا بنيت غلط. طريقة الزواج، طريقة الضغوط الاجتماعية اللي بتخلي الست فورا تفكر بالزواج قبل ما تفكر بجامعتها، قبل ما تفكر بشهاداتها، قبل ما تفكر بكل شيء، فورا مزروع ببالنا انه لازم يكون رجل بحياتنا واولاد. دي حقيقة. فانا اذا بدي ابحث عن الخيانة، بدي ابحث عن اسبابها، بدي ابحث عن ليه. لا أبوهم يمثلوها ان البنت الشاطرة اللي بتتجوز، شاطرة عرفت تتجوز. بصي بقت حاجة يعني بالضبط مهمة، أو اللي لها حظ أو لا، الحظ لا يتوقف عند الرجل ولا الرجل يتوقف حظه عند النساء. الحظوظ هو أنك تستغلي الأحداث المناسبة لإلك بالوقت المناسب. هون وقت استغليتي حدث معين إيجابي بالوقت مناسب تقولي اجعل مع الحظ، يعني بس هو ما في شيء حظ، في شيء اسمه قدر. نحن كيف متربيين بأي طريقة، كيف اخترنا الزوج، كيف وصلنا لمرحلة. بعدين أنا برأيي إنه الحياة الزوجية كتير فيها أخطاء، الروتين فيه خطأ طبعا، ما بصير تكوني على روتين واحد إن كان من الرجل أو من الامرأة. بس هتعملي إيه لو الصبح في الشغل وبعدين المدرسة بعدين وقت الغداء وبعدين يعني مين قال لك الرجل ما عنده نفس الضغوط؟ عنده ضغوط إنه يجيب أكتر منك بكتير. أنت في عبء كتير منشال عنك، اللي هو كيف بدك تأسسي حياة مادية لعائلتك ولأولادك، مسؤولية. كيف بدك تبني البيت. إذا أنت كنت عم تشتغلي لتساعدي بمصروف البيت، بس هو لحتى يبني بيت كامل وحتى يبني مستقبل لأولاده، هو ضغوط، في عليه ضغوط كتير، ضغوط عمل، وخاصة بهي الأيام. هي الأيام يلي أنا بقول فيها ما في أيام إنه صعبة أو كذا، بس إنه اقتصاديا على الكل أمور. الإنسان يلي عنده القدرة وثقة بنفسه إنه لا أنا بهي الأيام حصير، ويقال إنه بأيام الحروب في أشخاص كتير بتظهر. دي حقيقة. فالأشخاص اللي ما عم تنتظر ما بدها تنتهز الوقت المناسب، فهون أكيد ما رح تلاقي فرصة. دي حقيقة بالضبط. طب احنا عايزين أحلى نصيحة للناس كلها اللي عندهم علاقات فاشلة في حياتهم، يعملوا ايه عشان يعرفوا يكملوا بسلام داخلي من غير اي عقد نفسية؟ نصيحتي انه يشيلوا موضوع كلمة علاقات فاشلة اطلاقا، اصلا ابدا. هي تجارب خلتني اقوى. حتى الناس السيئين اللي مروا بحياتك بدنا نتشكرهم لانه عطوك تجربة بالحياة، خلوك اكسبيرينس كلياتها، خلوك تعرف كيف تتعامل مع الاخرين. ومش شرط خيانة الراجل للست، ممكن خيانة الصديق، خيانة القريب، يعني بالضبط. في مليون خيانة تانية. بالضبط. خيانات العمل، خيانات العمل. يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهارده من نصايح دكتور جورنال الذهبي، وزي ما اتفقنا هنتسامح وهنفضل دايما نراجع نفسنا اذا كنا احنا الغلط او لا. وبرده ما فيش حاجه اسمها علاقات فاشله، في حاجه اسمها تجربه مهمه في حياتنا. اليوم كان حلو وجميل وما اعرفش ازاي عدى بسرعه، وصلنا مع بعض لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات وعرفتوا كويس قوي ايه هو سبب الاحتفال بعيد الام، وايه الهدايا اللي ممكن نجيبها لامنا، وايه اعظم الامهات على مستوى العالم او اغربهم. وتكونوا استمتعتوا بكل الحلقه النهارده، واستنونا ان شاء الله اسبوع جديد في حلقه جديده بس في مساء الخير مع ميرنا. وقبل ما امشي احب اقول لكل الامهات كل سنه وانتم طيبين. باي باي.